السلام عليكم ورحمة الله. من هو الصحابي الذي لقبه النبي بأبي المساكين؟ كان هذا الصحابي الجليل من السابقين الأوائل إلى الإسلام، وكان إسلامه قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ليدعو فيها، وفي نفس يوم إسلامه أسلمت زوجته، وهو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم وأحد وزرائه، وكان شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم: أشبهت خلقي وخلقي. واشتهر هذا الصحابي الجليل بحبه للمساكين ومجالستهم والعطف عليهم، فكان يلازمهم ويحدثهم ويحدثونه، حتى لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي المساكين. فمن هو هذا الصحابي الجليل؟ ولماذا لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي المساكين؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. هو قائد مسلم ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحد وزرائه. ولد سنة 34 قبل الهجرة في مكة بتهامة بشبه الجزيرة العربية. أمه هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية القرشية. والده أبو طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وأخوه هو علي بن أبي طالب. إنه جعفر ابن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المشهور بجعفر الطيار وذي الجناحين. أسلم جعفر بن أبي طالب ثم هاجر مع جماعة من المسلمين إلى الحبشة، ومكثوا فيها عند ملكها النجاشي. ثم هاجر جعفر بن أبي طالب إلى المدينة المنورة يوم فتح خيبر، فكانت له هجرتان: هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري. شهد جعفر بن أبي طالب غزوة مؤتة التي دارت رحاها سنة 8 من الهجرة بين المسلمين والروم، وكان هو أمير جيش المسلمين بعد أن أصيب قائدهم الأول زيد بن حارثة. فلما قتل زيد بن حارثة في المعركة، أخذ جعفر بن أبي طالب اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن 41 سنة. فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: استغفروا لأخيكم فإنه شهيد، وقد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة. ودفن جعفر في منطقة مؤتة، وله مقام يقع في بلدة المزار الجنوبي في الأردن جنوب مدينة الكرك. ولم يتزوج جعفر إلا أسماء بنت عميس، والتي أسلمت قديما وهاجرت معه إلى الحبشة، وولدت له بالحبشة عبد الله، وكان أول مولود للمسلمين بالحبشة. ولما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق، ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة زوجته السيدة فاطمة. وكان جعفر بن أبي طالب أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. فعن علي بن أبي طالب أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: وأما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي، وأنت من عترتي التي أنا منها. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. كما روي عن أبي هريرة أنه قال: ما احتذى النعال ولا ركب المطايا ولا ركب الكور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر. وقد كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويحسن إليهم ويخدمهم ويخدمونه ويجلس إليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه ويلقبه بأبي المساكين.
كما كان لجعفر مكانة عظيمة في نفوس الصحابة. قال عبد الله بن جعفر: كنت إذا سألت عليا شيئا فمنعني وقلت له بحق جعفر إلا أعطاني. وقال: كان عمر بن الخطاب إذا رأى عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. إنه الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب الملقب بأبي المساكين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله.